نبدأ الأول بالدايسيلين كبسول، وهو بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي الدايسيلين، ودي مادة بطيئة المفعول تستخدم لتخفيف أعراض هشاشة العظام. ومادة الدايسيلين بتعمل على تثبيط أو تقليل إنتاج مادة الانترلوكين 1، ودي مادة بيعتقد إنها بتسبب تلف للغضاريف، وبالتالي ده بيساعد على تقليل حدة التغيرات المصاحبة لخشونة المفاصل، وبيساعد على تحسين صحة الغضاريف. والمادة دي بيكون ليها تأثير مضاد للالتهاب، وبتكون أخف على المعدة من المواد التانية، وبرضه بتساهم في علاج بعض حالات الخشونة عند مرضى اعتلال وظائف الكلى، وده طبعا بيكون تحت الإشراف الطبي. خلينا بقى نعرف دواعي استعمال الدايسيلين كبسول أو بنستعمله في إيه. هو بيستخدم في الأساس لعلاج خشونة المفاصل، وخشونة المفاصل عادة بتحصل في اليدين والوركين والركبتين مع التهاب المفاصل، بحيث بيبدأ الغضروف الموجود داخل المفصل في الانهيار، ويبدأ العظم الأساسي في التغيير. وبيستعمل الدايسيلين لخشونة الركبة أو الفخذ وخشونة المفاصل التانية بصورة عامة، لأنه بيقلل من الألم وبيحسن تدريجيا من الحركة، لكنه ما يعتبرش علاج نهائي في الحالة دي. طيب يا دكتور، إيه هي الآثار الجانبية للدايسيلين أو إيه هي أضراره؟ عادة ما بتظهر بعض الأعراض الجانبية عند بداية العناية بالدايسيلين، وبتقل الأعراض دي مع ضبط الجرعة. ومن ضمن الأعراض حصول الإسهال، ممكن يسبب آلام في البطن، ممكن يسبب تغير في لون البول، وبعض الحالات اشتكت من إكزيما، وبعض الحالات حصل لها طفح جلدي. طيب يا دكتور، ايه هي موانع استعمال الدايسيلين او مين الناس الممنوعه من استعماله؟ اول حاجه، ممنوع في حالات التحسس المفرط لاي مكون من مكونات الدواء. كمان ممنوع في الاطفال اقل من 15 سنه. وبرضه ممنوع في حالات الحمل والرضاعه الطبيعيه، لانه حتى الان ما توفرتش دراسات بتثبت امانه من عدمه. خلينا بقى نروح لجرعه الدايسيلين او بنستعمله ازاي. الجرعه المعتاده بتكون كبسوله واحده مرتين يوميا لمده اسبوعين الى 4 اسابيع، ويفضل طبعا تاخد الكبسولات دي مع الوجبات. وبننصح إن أنت تكمل العلاج لمدة 6 شهور على الأقل، وبعض الدراسات أشارت إنه ممكن استعماله لمدة سنتين بدون أي أعراض جانبية خطيرة. طيب يا دكتور، هل في بدايل للدايسيلين في حالة إنه مش موجود أو مش متوفر؟ أيوة طبعا، زي الأرتيكيوسيف، الدايازوسيلين، والأوستيوسيلين، والبنتاسيلين، والأوستيورين. واللي يمشي على الدايسيلين يمشي عليه.